حبايبي طلبة المرحلة الإعدادية وحشتوني كتير جدا جدا جدا. كل عام وأنتم طيبون. بإذن الله يا شباب مجانا 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 هنعمل مع بعض الكورس التأسيسي في النحو. ناس كتير بتشتكي من النحو وناس كتير شايفة للنحو جزئية صعبة في اللغة العربية، ولكن النهاردة بإذن الله أنا بطمنكم هنتعامل مع بعض إزاي نعرف أساسيات النحو، إزاي نتعامل مع أي سؤال نحو في الامتحان، سواء أنت طالب أولى إعدادي، تانية إعدادي، تالتة إعدادي، فالكلام ده ليك. نبدأ بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده ركزوا معايا. انا هدي مثالين دلوقتي بكل بساطه وبعد كده هنبدا اقول لكم هنعمل ايه في الكورس بتاعنا او في الحصه بتاعتنا. تعالوا كده ركز معايا. لما اجي اقول مثلا الطالب ذو خلق حميد، واجي اقول الطلاب ذو اخلاق حميده. انت يا حبيبي لما اجي اقول لك اعرب لي ذو واعرب لي ذو، دي بكل بساطه علشان اقول لك اللي احنا ازاي نفهم نحو مع بعض. تعالى كده ركز معايا. لما اجي اقول الطالب ذو والطلاب ذو، انتم عارفين اللي دي جمله اسميه، عرفت منين؟ بدات باسم، فانا عندي الجمله الاسميه بتتكون من مبتدا وخبر، فانا عندي لما اجي اقول الطالب قال لي الطالب دي جمله اسميه وده مبتدا. الطالب ماله؟ قال لي الطالب ذو، يبقى ده خبر، والخبر دايما قال لي مرفوع. طب تعال هنا، الطلاب جمله اسميه برضو وهنا بدات باسم، فانا عندي هنا الطلاب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم. الطلاب مالهم؟ اي مبتدا محتاج خبر. الطلاب مالهم؟ ذو، فانا عندي ذو هنا خبر مرفوع. بس تعالى هنا ركز معايا. انا هنا قلت يا شباب ده خبر مرفوع ده خبر مرفوع، بس ده مرفوع بايه وده مرفوع بايه؟ قال انا عندي هنا ده خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه. لانه من الاسماء الايه؟ الخمسه. ولكن هنا ده خبر مرفوع. طب يا مستر مرفوع بيه؟ قال لي يا حبيبي مرفوع برضه بالواو، بس ده مرفوع بالواو لانه يا شباب بياخذ اعراب الجمع المذكر السالم. طب يا مستر بعد اذنك ليه هنا انا قلت مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه، وهنا ده برضه مرفوع بالواو بس مش من الاسماء الخمسه يا شباب، ولكن بنقول عليه مرفوع بالواو علشان هو بياخد اعراب جمع المذكر السالم. تعال كده هقول لك ليه بقى يا حبيبي. احنا عندنا في حاجه عندنا اسمها الاسماء الخمسه، واخدينها في ابتدائي. الاسماء الخمسه عندي، تعالى كده قول معايا، قولي معايا. قال لي عندي اب، اخ، حمو، فو، ذو، بمعنى ايه؟ بمعنى صاحب. صح كده؟ جميل. طب انا يا مستر الاسماء الخمسه دي، الاسماء الخمسه ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر، قال لي وتجر بالياء. ولكن علشان الاسماء الخمسه دي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، قال لي عندي بعض الشروط. طب ايه الشروط اللي عندي يا شباب؟ قال لي انا عندي الشروط، اول حاجه لازم الاسماء الخمسه دي تكون مفرده، يعني لازم اقول ذو بمعنى صاحب هو مفرد. طب يا مستر لو جالي مثنى ذوى او ذو زي المثال اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي، قال في الحاله ديت مش هتعرب اعراب الاسماء الخمسه، فهقول عليها مرفوعه او منصوبه او مجروره، بس على حسب، لو هي مثنى هتاخذ اعراب المثنى، لو هي جمع مذكر سالم تاخذ اعراب جمع المذكر السالم. تمام كده يا شباب؟ يبقى اول جزئيه لازم تكون مفرده. علشان كده يا حبايبي انا هنا قلت مرفوع بالواو، بس هنا مرفوع بالواو مش علشان من الاسماء الخمسه. طب ليه يا مستر؟ قال لي علشان دي مش مفرده، ده دي جمع. الطلاب ذو. طب هنا مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه. طب ليه هنا من الاسماء الخمسه؟ قال لي هنا الطالب ذو، وقلنا ذو بمعنى صاحب فده مفرد. يبقى اول شرط عندي حبايبي اللي هو لازم الاسماء الخمسه تكون مفرده. 2، قال لي لازم يا شباب تكون مضافه، وهنا تكون مضافه لغير ياء المتكلم، تكون مضافه لغير ياء الايه؟ المتكلم. لما اجي اقول مثلا ان اباك رجل محترم، تعالى
فين الاسماء الخمسه؟ قال لي اباك اللي هو اب. مفرد مفرد. الشرط الثاني هو مضاف، بس مضاف لايه؟ قال لي مضاف لغير ياء المتكلم. هنا يا حبايبي مضاف الى الكاف. مضاف الى ايه؟ الكاف. لذلك كان عندي ان حرف ناسخ. طب اباك ان منصوب. منصوب بايه؟ قال لي منصوب بالالف. ليه؟ قال لانه من الاسماء الخمسه. طب ليه يا حبايبي هنا منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه؟ قال لي علشان الكلمه جت مفرده، واثنين هي مضافه، بس مضافه لغير ياء المتكلم، مضافه الى كاف الخطاب. واحنا عارفين من ابتدائي الا اي ضمير يتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. مضاف ايه يا شباب؟ مضاف اليه. صعب الكلام ده؟ يبقى اول حاجه مفرده، اثنين مضافه. طب يا مستر هل في شروط ثانيه؟ قال لي الشرط الثالث يا شباب كلمه فو وفاه وفي اللي هي كلمه فاء. اقول فوك وفاك وفيك. قال لي هنا ما ينفعش يجي لي فم، ولو جالي فم مش هتعرب اعراب الاسماء الخمسه. امال هتعرب بايه؟ قال لي هتعرب بعلامات عاديه خالص، مرفوع بالضمه، منصوب بالفتحه، مجرور بالكسر. طب مستر علشان تعرب بالاسماء الخمسه ترفع بالواو، تنصب بالالف، تجر بالياء. قال لي يا حبيبي لازم ما يكونش فيها حرف الايه؟ حرف الميم. لما اجي اقول مثلا ان فاك فيه عيب، فقال لي هنا لما اجي اعرف فاك واقول ان فمك فيه عيب، اعرب يا حبيبي الاثنين كده. قال يا مستر الاثنين خلاص بكل بساطه. قال لي ان حرف الناسخ، يبقى هنا اسم ان، وهنا برضو اسم ان، والاثنين اسم ان منصوب، وده برضو اسم ان منصوب. بس تعالى ركز معايا، هو ده منصوب بايه وده منصوب بايه؟ قال لي هنا منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه ان فاك. طب يا مستر ليه؟ قال لي علشان مفيش حرف الميم. طب يا مستر لو حرف الميم موجود، ان فمك، قال لي اسم ان منصوب، بس ده منصوب بالفتحه. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب قال لي الشرط الرابع والاخير. قال لي انا عندي الشرط الرابع والاخير يا شباب اللي هي كلمه ذو اللي احنا لسه متكلمين عليها. قال لي كلمه ذو يا شباب لازم تكون بمعنى صاحب، وهنا بتكون يا شباب هنا مضافه، ولكن مضافه الى اسم ظاهر. مضافه الى اسم يا شباب؟ مضافه الى اسم ظاهر. تمام كده يا شباب؟ تمام كده. يبقى احنا عندنا هنا اتكلمنا عن الاسماء الخمسه علشان مهمه، علشان لما نيجي نتكلم عن المبتدا ونتكلم عن الخبر ونتكلم عن النواسخ سواء كان اخواتها او ان اخواتها تبقوا عارفين. تعالى كده ركز معايا بقى، لما نيجي نقول انا عندي هي الكلمه في اللغه العربيه يا مستر عباره عن ايه؟ يعني انا في الامتحان جالي كلمه وقال لي اعرب، هعربها ازاي؟ قال لي قبل لما بعرب وقبل لما بعمل اي حاجه في النحو قال لي لازم احدد نوع الكلمه. هي الكلمه عندي كم نوع يا شباب حبايبي؟ قال لي انا عندي الكلمه 3 انواع. الكلمه لا اما اسم، لا اما فعل، لا اما حرف. يبقى الكلمه لا اما اسم، لا اما فعل، لا اما حرف. حبايبي طبعا انتوا عارفين انا بعرف الاسم ازاي. قال لي الاسم بكل بساطه هو ما دل على انسان، حيوان، نبات، او جماد، او صفه، فدي كلها بقول عليها اسماء. لما اقول محمد، تمام كده، لما اقول مروه فده اسم انسان، فهو اسم انسان يبقى اسم، خلي بالك اسم معرفه. قال لي طب حيوان، اي اسم حيوان هو اسم، نبات، جماد، صفه. طب مستر دلوقتي انا عايز اعرف هو ده اسم ولا فعل. قال بكل بساطه يا حبيبي اي كلمه تقبل الالف واللام تبقى اسم. يعني لما اجي اقول رجل حط كده الف ولام، الرجل، يبقى ده يا باشا اسم. طب مستر في علامه ثانيه، قال لي ايوه حروف الجر. حروف ايه يا شباب؟ حروف الجر. لما اقول سلمت على رجل، يا مستر على حرف جر، ايه اللي جاء قبلها؟ قال لي بيجي بعد حروف الجر اسماء، يبقى عندي رجل هنا اسم. عرفت منين؟ قال لي سبقت بحرف جر. واي كلمه منونه برضو اسم. يعني ما اقول رايت رجلا، قال رجل، سلمت على رجل، يبقى في الحاله دي يا شباب بقول عليها اسم.
طب مستر الفعل، قال لي الفعل يا شباب عندي 3 انواع، لا اما فعل ماضي حاجه حدثت وانتهت، لا اما الفعل بيكون فعل مضارع، لا اما الفعل بيكون فعل امر. يعني لما اجي اقول شرح المعلم الدرس، انا شرحت خلاص يبقى ده فعل ماضي. طب لما اقول يشرح، قال لي هو لسه بيشرح يبقى ده فعل مضارع. طب لما اقول اشرح الدرس، اشرح انا بامرك، يبقى ده فعل امر. طب عندي الحرف، قال لي الحرف ممكن يجي لي حرف جر زي من، الى، عن، على، في، الكاف واللام والباء، دي بقول عليها حروف جر. خلي بالك من حاجه، اي حرف في الكون حرف لا محل له من الاعراب. طب ممكن الحروف الثانيه، قال لي عندي حرف عطف زي الفاء حرف عطف، زي الواو حرف عطف، زي ثم حرف عطف، زي او حرف عطف، زي لكن وبل ولا، دي كلها حروف عطف، واي حرف لا محل له من الاعراب. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا عندي الكلمه لا اما اسم، لا اما فعل، لا اما حرف. طب انا يا مستر في الامتحان انا متلخبط، هي دي اسم ولا فعل؟ تعالى كده ركز معايا. يعني انا مثلا لما اجي اقول مثلا كلمه زي يذاكر، وكلمه زي مذاكره، وعايز اعرف هي فين الفعل وفين الاسم، قال لي بكل بساطه حط لاي كلمه فيهم الف ولام، فاقول المذاكره. جميل، يبقى ده اسم قبلت الالف واللام. طب ينفع اقول ال يذاكر؟ في حاجه اسمها ال يذاكر، قال لي لا، يبقى ده فعل. يبقى الكلمه اللي تقبل الالف واللام بقول عليها اسم، الكلمه اللي ما تقبلش الالف واللام بقول عليها فعل. تمام كده يا شباب؟ او حط حرف من حروف النداء يا. تمام كده؟ في حاجه اسمها يا يذاكر، قال لي لا. يبقى بكل بساطه يا شباب انا علشان اعرف ده اسم ولا فعل واتلخبطت في الامتحان، قال لي بكل بساطه حط الكلمه الف ولام. الكلمه قبلت الالف واللام في الحاله دي بقول عليها اسم، الكلمه ما قبلتش الالف واللام بقول عليها فعل. طب انا دلوقتي يا مستر عرفت نوع الكلمه وعرفت ده اسم ولا فعل ولا حرف، ننتقل للنقطه اللي بعديها اللي هي المهمه، اللي انا ببدا يا شباب من خلال انا حددت هو ده اسم ولا فعل ولا حرف، ببدا بعدها يا شباب احدد نوع الجمله. انا عندي الجمله كم نوع من انواع الجمل؟ قال انا عندي الجمله لا اما جمله اسميه، لا اما جمله قال لي جمله فعليه. طب انا عرفت منين دي جمله اسميه او جمله فعليه؟ الجمله الاسميه تبدا بس. تعال كده ركز معايا. طب مثلا الجمله الاسميه بتتكون من، قال الجمله الاسميه تتكون من مبتدا وخبر. طب الجمله الفعليه، قال الجمله الفعليه بتتكون من فعل، فاعل، ومفعول به لو موجود. ليه ده؟ ليه لو موجود؟ قال لي علشان ممكن الجمله الفعليه المفعول به ما يكونش موجود. طب تعالى نمسك واحده واحده، نمسك الجمله الاسميه. قال لي احنا قلنا الجمله الاسميه بتتكون من مبتدا وبتتكون من خبر. جميل. طب لما اجي اقول مثلا اهو العلم نور، او اقول الكتاب مفيد، دي جمله اسميه ولا فعليه؟ قال لي يا مستر سهله، جمله اسميه. عرفت منين؟ بدات بس وكمان الكلمه فيها الف ولام. فقال لي هنا انا عندي العلم، قال لي دي جمله اسميه بدأ مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. الخبر بيسال عنه ماله او مالها لو جمع مالهم. وخلي بالك الخبر هو الذي يتمم معنى الجمله، يعني لو انا لسه ما فهمتش الجمله يبقى الخبر لسه ما جاش. فاما اقول العلم ماله العلم، قال العلم نور، يبقى نور هنا خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. تمام كده يا شباب؟ طب ننتقل للنقطه اللي بعديها، اللي انا عندي في حاجه اسمها انواع الخبر. الخبر عندي يا شباب لا اما خبر مفرد، لا اما خبر جمله، لا اما خبر قال لي شبه جمله. واحنا عارفين لسه قايلين الجمله لا اما جمله اسميه، يعني ممكن الخبر يجي لي جمله اسميه او ممكن الخبر يجي لي جمله فعليه. طب يا مستر وشبه الجمله؟ قال لي شبه الجمله ده يا شباب بكل بساطه شبه الجمله اهو. قال شبه الجمله ممكن يبقى لا اما ظرف سواء زمان او مكان، لا اما جار ومجرور. تعالى كده مع بعض ندي امثله علشان نعرف نوع الخبر مع بعض. تعالى كده ركز معايا. يعني لما اجي اقول مثلا
الكتاب مفيد. جملة اسمية ولا جملة فعلية يا حبايبي؟ يا مستر دي جملة اسمية، عرفت منين؟ بدأت باسم. الكتاب يبقى دي جملة اسمية، يبقى ده مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ماله؟ الخبر هو الذي يتم معنى الجملة. الكتاب ماله؟ مفيد، يبقى ده خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب نوع الخبر؟ قال لي يا مستر هنا نوع الخبر مفرد. طب ليه ده خبر مفرد؟ قال لي علشان كلمة واحدة، ليس جملة ولا شبه جملة. طب تعالى كده ركز معايا. لما اجي اقول العلم فوائده كثيرة، يا مستر دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ شوف يا حبيبي بدأت بإيه؟ بدأت باسم العلم. يبقى دي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، يبقى أنا عندي العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جميل. العلم ماله؟ فوائده. ما فهمتش حاجة. كثير، ما فهمتش حاجة. قال العلم ماله؟ فوائده كثيرة. يبقى أنا عندي هنا يا حبايبي فوائده كثيرة، ده كله خبر عشان هو اللي تمم لي معنى الجملة، خلاني أفهم. طب مستر هو الخبر هنا نوعه إيه؟ قال لي الخبر هنا نوعه جملة اسمية. طب يا مستر أنا هعرف منين اللي نوع الخبر هنا جملة اسمية؟ تعالى كده ركز معايا في القاعدة اللي أقولها لك، مهمة جدا جدا جدا. تعالى يا حبيبي. أنا بقول العلم ده اسم ولا فعل؟ قال لي اسم. طب فوائده؟ قال لي برضه ده اسم في ضمير، وكمان بقول الفوائد، ينفع تقبل الف واللام. قال لي يا مستر لو جالي اسمين ورا بعض، تعالى تاني كده، لو جالي ايه يا حبايبي؟ اسمين ورا بعض والاسم التاني في ضمير فوائده، والضمير عائد على الاسم الاولاني العلم فوائده، الهاء دي عايده على مين؟ العايده على العلم. يبقى في الحاله دي بقول على ده مبتدا اول، والاسم اللي فيه ضمير عائد على الاسم الاولاني بقول عليه مبتدا ثاني. يبقى في الحاله دي انا عندي كام مبتدا؟ عندي 2. يبقى هيكون عندي كام خبر؟ هيبقى عندي 2 برضه. يبقى انا عندي فوائده مبتدا ثاني، فوائده مالها كثيره، يبقى كثير هنا خبر المبتدا الثاني. ركزوا يا حبايبي محدش يتلخبط. طب يا مستر فين خبر المبتدا الاولاني؟ العلم ماله؟ فوائده كثيره. الكون عندي مبتدا وخبر، بقول والجمله الاسميه مالها؟ في محل رفع خبر المبتدا الاولاني. صعب كده يا شباب؟ كده تمام؟ تمام. طب اكتب معايا كده الجمله دي واعربها لوحدك. لما اقول القراءه فوائدها عديده، اكتبي القراءه فوائدها عديده. اعربوا لي الكلمه دي وسيبها لي تحت في التعليقات. نفس الاعراب بتاع ده يا شباب. طب لما اجي اقول مثال تاني، لما اجي اقول الطلاب يحترمون الوالدين. اللهم ارزقنا بر الوالدين. ركزوا معايا يا شباب. الطلاب يحترمون الوالدين. يا مستر دي جمله اسميه ولا فعليه؟ قول انت يا حبيبي. الطلاب اسم، دي جمله اسميه، يبقى بدات باسم، ده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم. حلو. طب مستر يحترمون، يا مستر طب يحترمون ده فعل، يحترم فعل مضارع ومفيش قبليه ولا اداه نصب ولا اداه جزم، فعل مضارع مرفوع، وهنا في واو ونون يبقى مرفوع بثبوت النون. هنتكلم دلوقتي عن اسماء الافعال الخمسه بس قدام شويه. اي فعل محتاج فاعل. يحترمون يبقى يحترم فعل. طب فين الفاعل؟ قال لي واو الجماعه ضمير مبني في محل رفع فاعل. الطلاب بيحترموا مين؟ بيحترموا الوالدين، يبقى الوالدين مفعول به، والمفعول به يا شباب دايما منصوب، وده يا حبايبي منصوب بالياء لانه مثنى. طب مستر بعد اذن حضرتك دي جمله اسميه وبدات باسم اللي هو مبتدا، ليه جالي فعل؟ قال لي يا حبيبي انا لسه قايل لك ورا اهو اللي ممكن الخبر يجي لي لا اما جمله اسميه لا اما جمله فعليه. يبقى لما اجي اقول هنا الطلاب مبتدا، الطلاب مالهم؟ يحترمون الوالدين، يبقى اقول هنا والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا. يبقى هنا الخبر نوعه جمله فعليه. تعالى كده في المثال اللي بعديه. لما اجي اقول العدل فوق الجميع، يا مستر دي جمله اسميه ولا جمله فعليه؟
قال لي يا حبيبي دي جمله اسميه. عرفت منين؟ قال لي العدل اسم، يبقى ده العدل هنا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. جميل قوي. طب مستر تفوق دي ظرف. ايوه صح، جدع شاطر، برافو عليكم، ظرف، وده ظرف مكان منصوب. جميل جدا. واحنا واخدين قاعده الكلمه اللي هتجيلي بعد الظرف لو الظرف مش منون هعرب الكلمه اللي بعد الظرف مضاف اليه. فانا عندي الجميع هنا لما اجي اعربها مضاف اليه مجرور. طب مستر ده مبتدا. جميل. واي مبتدا محتاج ايه يا حبايبي؟ قول سمعك اهو، سمعك محتاج خبر. يبقى هنا العدل. ماله العدل؟ العدل فوق الجميع. يبقى هنا الخبر عندي وشبه الجمله اللي هو بيتكون لا اما ظرف لا اما جر ومجرور. وشبه الجمله في محل رفع خبر المبتدا. صعب كده يا شباب؟ صعب كده يا حبايبي؟ تمام. لما اجي اقول يا شباب الكتاب في الحقيبه، يا مستر دي جمله اسميه ولا فعليه؟ قول انت بقى، قول، انا سامعك اهو، سامعكم، سامعك. قال لي يا مستر دي جمله اسميه. عرفت منين يا حبيبي؟ قال لي بدات باسم، يبقى ده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. في يا مستر ما انت لسه قايل لنا في حرف جر. طب الحقيبه يا مستر احنا واخدين قاعده ثابته اي كلمه بعد حرف الجر اسم مجرور وعلامه جره الكسره مفرد. لو مثنى هقول بالياء او جمع مذكر سالم هقول برضو بالياء. طب مستر الكتاب مبتدا، اي مبتدا لسه قايل لك محتاج خبر. الكتاب ماله؟ في الحقيبه. يبقى اقول وشبه الجمله اللي هو من الجر والمجرور. يعني جر ومجرور يا مستر؟ يعني حرف جر واسم مجرور. يبقى وشبه الجمله في محل رفع. جميل جدا. خبر المبتدا. يبقى انا عندي هنا الخبر لا اما مفرد لا اما جمله لا اما شبه جمله. تعالى كده ركز معايا في المثال اللي هكتبه، مثال مهم جدا 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 لكل طلابنا وحبايبنا. لما اقول في التأني السلامه، ده يا مستر انا بدات الجمله بقى يا حبايبي. ده انا بدات الجمله في، وفي ده ايه؟ حرف جر. واي كلمه بعد حرف الجر اسم مجرور لسه قايلين وعلامه جري الكسره. تعالى كده خد القاعده المهمه جدا جدا جدا. اذا بدانا، وخلي بالك ركز معايا، ركزي معايا عشان القاعده ديت هتكون معانا في النواسخ كان اخواتها وان اخواتها. اذا بدانا بشبه جمله، اذا بدانا بشبه ايه؟ جمله. بدات الكلام بتاعي بشبه جمله. قال لي في الحاله دي يا شباب شبه الجمله ده سواء كان جار ومجرور، سواء كان جار وايه ومجرور او ظرف، في الحاله دي بقى اعربه يا شباب خبر مقدم. يبقى هنا اقول وشبه الجمله اللي هو في التأني، وشبه الجمله في محل رفع خبر مقدم. طب مستر ده خبر مقدم، فين المبتدا المؤخر؟ قال لي السلامه. يبقى ده مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. قاعده مهمه جدا جدا جدا. يبقى انا لو بدات بشبه جمله سواء كان جر ومجرور او ظرف يعرب خبرا مقدما، والمبتدا بتاعه هيكون مؤخر. صعب يا شباب؟ صعب. لما اقول مثلا فوق الشجره عصفور او العصفور عادي، اعرب فوق ظرف. انا بدات الكلام بتاعي بايه؟ بشبه جمله اللي هو ظرف. الشجره مضاف اليه مجرور علامه جرير الكسره. القاعده بتاعتي اذا بدانا بشبه جمله بدات الكلام بشبه جمله هعربه ايه؟ قال لي وشبه الجمله في محل رفع خبر مقدم. طب عصفور قال لي ده مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. القاعده دي مهمه جدا جدا جدا، ركزوا معايا يا شباب. بعد كده عندنا يا شباب حاجه اسمها النواسخ. مستر النواسخ دي، قال لي النواسخ يا شباب عباره عن حاجتين، لا اما
الافعال الناسخه، لا اما يا حبايبي الحروف الناسخه. ايه هي الافعال الناسخه وايه هي الحروف الناسخه؟ قال الافعال الناسخه بكل بساطه اللي هي كان واخواتها، دي بقول عليها افعال ناسخه. طب ايه الحروف الناسخه؟ حافظينها، ركزوا كده معايا. ان، ان، كأن، ان، ان، كأن، لكن، ليت، لعل، دي بقول عليها حروف ايه؟ قال الحروف الناسخه حرف ناسخ، واي حرف لا محل له من الاعراب. يبقى ايه الحروف الناسخه؟ ان، كأن، لكن، ليت، لعل. بتعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. طب كان واخواتها؟ قال لك كان واخواتها كان، اصبح، ودي افعال خلي بالكم، اضحى، امسى، بات، ظل، ليس. ربنا يكرمكم هتخشوا الثانويه ان شاء الله، سواء البكالوريا او ثانويه عامه، هتاخدوا ما زال، ما دام، ما فتئ، ما انفك، ما برح، ولكن ده ان شاء الله في الثانويه باذن الله. يبقى انا عندي دي الافعال الناسخه لطلابنا حبايبنا طلاب المرحله الاعداديه، ودي الحروف الناسخه. طب يا مستر هي الافعال الناسخه بتعمل ايه والحروف الناسخه بتعمل ايه؟ تعال اقول لك. قال يا مستر بكل بساطه انا عندي الافعال الناسخه تدخل، تخش على ايه؟ قال لي تدخل على الجمله الاسميه. بتعمل ايه في الجمله الاسميه؟ قال ترفع المبتدا ويسمى اسمها. وايه تاني؟ قال لي وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يعني يا حبايبي بكل بساطة أنا عندي الأفعال الناسخة اللي هو كان وأخواتها بيكون ليها اسم كان وأخواتها مرفوع وخبر كان وأخواتها منصوب. يا مستر بعد إذنك اديني مثال. تعالى لما أجي أقول كانت الشجرة مثمرة، هي أصل الجملة كانت إيه؟ قال لي يا حبايبي أصل الجملة كانت الشجرة مثمرة. أنا عندي كان وأخواتها بتخش على الجملة الاسمية، يبقى الشجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مثمرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب لما دخلت عليها فعل من الأفعال الناسخة قلت كانت الشجرة مثمرة. طب لما أجي أعرف قال لي كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني، اي فعل ماضي مبني وده مبني على الفتح. كانت، وهنا محدش يقول لي التاء هنا اسم كان، لا التاء هنا تاء تانيث. عرفت منين؟ قال لي يا مستر كانت هي ايه اللي كانت؟ الشجره. يبقى انا عندي التاء هنا تاء تانيث حرف لا محل له من الاعراب. كانت هي ايه اللي كانت يا مستر؟ الشجره. يبقى الشجره اسم كان ماله؟ مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب مثمرة خبر كان، هقول مرفوع؟ لا، الخبر في الجملة الاسمية مرفوع، ولكن مع كان وأخواتها الخبر بيكون منصوب، وده مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب ليه يا مستر؟ تعالى يا حبيبي، أنا بقول تدخل على الجملة الاسمية بتعمل إيه؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، يعني الاسم مرفوع، وتنصب الايه؟ الخبر، وتنصب الخبر، يبقى خبرها هنا منصوب. طب مستر انا عندي هنا هو الخبر نوع ايه؟ قال لي نفس الكلام لما جينا اتكلمنا على الجمله الاسميه. هنا خبر نوع مفرد. الخبر نوع يا شباب مفرد. صعب الكلام ده؟ تمام كده؟ تمام. طب تعالى لما اقول اصبحت البنت اخلاقها حسنه، اعرف معايا هي اصل الجمله ايه؟ البنت اخلاقها حسنه، ده اصل الجمله، اصل الكلام، دخلت عليها فعل من الافعال الناسخه. لما اجي هعرف يا شباب قال لي هنا البنت مبتدا مرفوع علامه رفعه الضم. البنت مالها؟ اخلاقها حسنه، يبقى ده خبر جمله اسميه. ليه يا مستر؟ ما انا لسه قايل لحضراتكم في القدام في ورا، قايل لو جالي اسمين والاسم الثاني في ضمير والضمير عائد على الاسم الاولاني بقول عليه مبتدا اول وده مبتدا ثاني.
فانا عندي هنا اخلاقها مبتدا ثاني، وحسنه خبر، بس ده خبر المبتدا الايه؟ قال لي خبر المبتدا الثاني، والجمله الاسميه في محل رفع خبر المبتدا الاولاني. نفس الكلام هنا. اصبحت، اصبح فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. اصبحت ايه؟ مين اللي اصبحت؟ البنت. يبقى البنت هنا اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب مستر التادي قال لي يا حبيبي لسه قايل لك تاء تانيث حرف لا محل له من الاعراب. اصبحت، مين اللي اصبحت؟ البنت. يبقى البنت هي اسم اصبح، يبقى التاء تانيث. اصبحت البنت مالها؟ اخلاقها حسنه. يبقى انا عندي الخبر اخلاقها حسنه كله، يبقى ده كله خبر. طب اعرف ازاي؟ ادي اسمين ورا بعض، والاسم الثاني في ضمير، والضمير عائد على الاسم الاولاني، يبقى انا عندي هنا في مبتدئين. ده في الاساس كان مبتدا اول. يبقى انا عندي اخلاقه هنا لما اجي هعربها قال لي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم. ولسه في بدايه الفيديو قايل لك اي ضمير، اي ضمير يتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر ماله؟ مضاف اليه. يبقى الهاء هنا مضاف اليه. يبقى اخلاق مبتدا، يبقى حسن خبر. الكون عندي مبتدا وخبر، يبقى اقول والجمله الاسميه مالها؟ في محل، اقف في محل نصب. ليه؟ قال لي يا مستر علشان الخبر بتاع الافعال الناسخه بيكون منصوب، يبقى اقول في محل نصب خبر اصبح. يبقى نوع الجمله عندي هنا يا شباب نوعه جمله اسميه. تمام كده يا شباب؟ تمام. قال لي بعد كده لما اجي اقول مثلا اضحى الولد يلعب. نلعب شويه، نذاكر شويه، علاقتنا بربنا. اضحى الولد يلعب. اضحى فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. مين اللي اضحى؟ الولد. يبقى اضحى ماله؟ مرفوع وعلامه رفعه الضم. يلعب. تعالى يا مستر تلعب ده فعل، يبقى اقول فعل يا حبيبي ما تتكسفش، فعل، وده فعل مضارع جميل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. اي فعل يا مستر محتاج فاعل، مين اللي زاد الفعل يديك الفعل على طول؟ مين اللي بيلعب؟ الولد. يبقى هنا والفاعل ماله؟ ضمير مستتر تقديره هو عائد على الولد. يبقى هنا الكون عندي جمله ايه؟ جمله فعليه. يبقى اقول والجمله الفعليه في محل ايه؟ نصب خبر اضحى. يبقى هنا نوع الخبر جمله فعليه. صعب يا شباب كده؟ تمام. اصل الجمله الولد يلعب. الولد يا شباب الولد يلعب. كده صعب كده؟ تمام. تمام يا شباب. طب لما اجي اقول بات الجندي على الجبهه. اصل الجمله الجندي على الجبهه. من عندي بات من افعال الناسخه اخوات كان، فبتدخل على الجمله الاسميه مبتدا وده خبر. طب تعالى هنا بات، قال لي بات فعل ماض ماله؟ مبني على الفتح. هو مين اللي بات؟ الجندي. يبقى الجندي اسم بات مرفوع وعلامه رفعه الضمه على حرف جر لا محل له من الاعراب. الجبهه اسم مجرور بعلى وعلامه جره الكسره. الكون عندي لا مستر، قال لي شبه جمله جر مجرور، يقول وشبه الجمله، وشبه يا شباب وشبه الجمله في محل نصب خبر بات. من عند الخبر ممكن يكون مفرد جمله شبه يا شباب شبه جمله. تمام كده يا شباب؟ تمام. لما اقول مثلا اصبح الولد، اصبح مين؟ الولد امام المدرسه. نفس الكلام يا مستر. خلاص. اصبح فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. الولد، ومين اللي اصبح؟ الولد اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه الضمه. امام ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتحه.
قلنا اي كلمه بعد الظرف لو الظرف مش منون يبقى بعربه مضاف اليه، يبقى الكلمه اللي بعد الظرف مضاف اليه مجرور. اللي اتكون عندي قال لي اتكون شبه جمله سواء كان جار ومجرور او ظرف، هقول وشبه الجمله في محل نصب خبر اصبح. تعال كده ركز معايا. لما اجي اقول اصبحت البنت متفوقة، واقول البنت اصبحت تحترم والديها، واقول بخاطب واحدة فبقول لها اصبحت متفوقة، واقول كن مؤدبا. انا هنا عايز اسم كان واخواته، عايز اسم كان اخواته. هنتظر منكم الاجابه بتاع اسم اصبح في المثال الاول والثاني والثالث، واسم كان في المثال الرابع. هستناكم في التعليقات تحت عشان اجاوب لكم عليها. بعد كده يا شباب نخش على الحروف الناسخه. الحروف يا شباب الحروف الناسخه. احنا لسه قايلين ورا الحروف الناسخه ان كأن لكن ليت لعل. الحروف الناسخه يا مستر بتعمل ايه؟ نفس الكلام يا شباب. الحروف الناسخه تدخل على الجمله ايه بقى؟ قال لي الجمله برضه الاسميه. بتعمل في الجمله الاسميه ايه؟ احنا قلنا الافعال الناسخه بترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر، يبقى اسمها مرفوع وخبرها منصوب. الحروف الناسخه عكس الافعال الناسخه، يعني لا تدخل على الجمله الاسميه تنصب المبتدا ويسمى اسمها. يعني هنا الاسم بتاع ان واخواتها الحروف الناسخه بيكون منصوب، وترفع الخبر ويسمى خبر. لما اجي اقول مثلا يا شباب ان المهندسين بارعون، ان المهندسين ايه؟ بارعون. الحروف الناسخه ان كأن لكن ليت لعل. يبقى انا عندي ان حرف ناسخ واي حرف لا محل له من الاعراب. المهندسين اسم ان منصوب وعلامه نصبه سمعك اهو، وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم المهندسين. ان المهندسين مالهم؟ بارعون. الخبر يتم معنى الجمله. يبقى انا عندي بارعون خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الواو لانها جمع مذكر سالم. طب نوع الخبر؟ قال لي نوع الخبر مفرد. طب لما اجي اقول مثلا ليت الشباب يعود يوما. ليت الشباب يعود ايه؟ يوما. ليت حرف ناسخ واي حرف لا محل له من الاعراب. ليت مين؟ الشباب. يبقى شاب اسم ليت منصوب وعلامه نصبه الفتحه. يا مستر ايه يعود ده اسم ولا فعل؟ قال لي يا مستر يعود عندي هنا فعل. يبقى قول فعل هي ما تتكسفش، ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب اي فعل محتاج ايه؟ فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو قاعد على الشاب يعود هو. يوما قال دي من منصوبات، وعندي حاجتين، ولكن اللي عندك يوما هنا هعربها ظرف زمان منصوب. ظرف زمان ايه يا شباب؟ ظرف زمان منصوب. يبقى لك كون عندي ايه؟ قال لك كون عندي جمله فعليه. يبقى اقول والجمله الفعليه، والجمله يا شباب والجمله الفعليه في محل ايه؟ سمعك اهو، في محل رفع خبر ليت اللي هو الحرف الناسخ. يبقى الخبر نوع جمله فعليه. لما اجي اقول يا شباب مثلا كأن على
تمام كده؟ رؤوسهم الطير. كأن على رؤوسهم الطير. عايز اعرف الشاطر يعرفها لي. قال لي مستر سهله، كأن حرف ناسخ. حلو. على حرف جر. جميل. رؤوسهم اسم مجرور بعلى وعلامه جرير الكسر، واي ضمير هيتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، والميم للجمع. يا مستر هو ايه اللي جالي بعد كأن؟ قال لي جالي جر ومجرور. فاكرين القاعده اللي لسه متكلمين عليها في التأني السلامه؟ وقلنا بدأنا جملتنا او بدأنا الكلام بتاعنا بشبه جمله، سواء كان جر ومجرور او ظرف بقول عليه خبر مقدم. قال لي نفس الكلام هنا. لو جالي بعد كان واخواتها او ان واخواتها، ان كأن هنا من حروف من اخوات ان، لو جالي بعدهم يا شباب مباشره، لو جالي بعدهم جر ومجرور او ظرف، في الحاله دي بقول عليه شبه الجمله. فاقول وشبه الجمله. وشبه ايه يا شباب؟ وشبه الجمله في محل رفع خبر كأن. ليه يا مستر؟ ما لسه قايل لك القاعده يا حبايبي. لو جالي بعد ان واخواتها او كان واخواتها جر ومجرور او ظرف، بقول عليه خبر كان واخواتها او خبر ان واخواتها مقدم. صعب كده؟ تمام. يبقى فين اسم كأن؟ قال لي اسم كأن مؤخر. يبقى انا عندي كأن كأن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أصل الكلام كأن الطير على رؤوسه. تمام كده يا شباب؟ طب الخبر نوع إيه؟ قال لي يا مستر ما أنت لسه قايله. الخبر نوع شبه إيه يا شباب؟ شبه جملة. يبقى الخبر في إن أخواتها نفس الكلام، ممكن يكون مفرد، ممكن يكون جملة سواء جملة اسمية أو فعلية، ممكن يكون شبه إيه يا شباب؟ شبه جملة. طب لما أجي أقول يا شباب، ركزوا معايا. لما اجي اقول ان العتاب نتائجه محموده، لما اتنين بيعزوا بعض او بيحبوا بعض بيعاتبوا بعض، وفي الحاله ديك هيكون العتاب في حاله المعزه والمحبه هيكون العتاب نتائجه محموده. تعالى كده عدد معايا. تعالى. ان قال لي يا مستر ان حرف ناسخ واي حرف لا محل له من الاعراب. جميل. العتابه اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه، اسمين ورا بعض، والاسم الثاني في ضمير عائد على الاسم الاولاني. اصل الجمله العتاب نتائجه محموده، مبتدا وخبر، فده مبتدا اول وده مبتدا ثاني وده خبر المبتدا الثاني، والجمله الاسميه في محل رفع خبر المبتدا الاولاني. طب مستر دخل عليها حرف ناسخ، هي يبقى انا عندي في الحاله دي نتائجه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ليه؟ اي اسم يتصل، اي ضمير يتصل بالاسم بعرف المضاف اليه. نتائجه مالها؟ محموده. يبقى محموده خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، بس ده خبر للمبتدا. طب فين خبر ان؟ قال لي خبر ان الجمله كلها اهو. بقول يا شباب خبر ان والجمله الاسميه نتائجه محموده، والجمله الاسميه مالها؟ في محل رفع خبر الحرف الناسخ اللي هو ان. ده شاب بالنسبه للجمله الاسميه المبتدا والخبر والنواسخ، الافعال الناسخه والحروف الناسخه. تعالى كده نخش مع بعض على الجمله الفعليه. احنا عندنا يا شباب الجمله الفعليه. لسه قايلين بكل بساطه يا شباب الجمله الفعليه بتتكون من فعل وتتكون من فاعل وبتتكون من مفعول به لو موجود، يعني ممكن المفعول به ما يكونش موجود. طب احنا قلنا الفعل عندي لا اما فعل ماضي لا اما فعل مضارع لا اما فعل امر. جميل. طب يا مستر انا عندي هنا الفاعل، اي فعل محتاج فاعل، الفاعل اجيبه ازاي؟ من زائد الفعل. طب اللغه بتاعتنا اللغه العاميه مين اللي زائد الفعل؟ مين اللي زائد الفعل يديني الفاعل الذي قام بالفعل. طب تعالوا كده ناخد مثال مع بعض. لما اجي اقول
يلعب، تحبوا اللعب، نلعب شويه. يلعب الولد بالكره. يلعب اسم ولا فعل؟ قال لي يا مستر يلعب فعل، حروف المضارعه، مفيش حاجه اسمها قال يلعب. قال لي يلعب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ليه يا مستر مرفوع؟ قال لي عشان مفيش قبلها ولا اداه نص ولا اداه جزم. اي فعل محتاج ايه؟ اي فعل محتاج فاعل، اي فعل محتاج فاعل، اي فعل محتاج فاعل. الفعل اجيبه ازاي؟ مين اللي زائد الفعل؟ تاني كده، مين اللي زائد الفعل؟ مين اللي بيلعب؟ الولد، يبقى الولد فاعل، والفاعل دايما مرفوع. هنا مرفوع علامه رفعه الضمه عشان مفرد. ممكن يكون مرفوع بالالف لو مثنى، او مرفوع بالواو لو كان جمع مذكر سالم، او من الاسماء الخمسه. الباء حرف جر. الكره اسم مجرور بالباء وعلامه جر الكسر. صعب يا شباب؟ طب لعبنا، نركز شويه في مذاكرتنا. اجي اقول مثلا يذاكر او تذاكر، اي حاجه. يذاكر او تذاكر. يذاكر الولد دروسه. تعالى، يذاكر فعل ولا اسم؟ فعل يا مستر، مش حاجه اسمها يذاكر، وده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. اقول ذاكر الولد فعل ماضي، واي فعل ماضي واي فعل ماضي واي فعل ماضي واي فعل امر مبني. يبقى يذاكر فعل مضارع مرفوع من طرفي الضم. اي فعل محتاج فاعل، اي فعل محتاج فاعل. مين اللي بيذاكر؟ الولد، يبقى الولد فاعل، والفاعل دايما مرفوع مفرد وعلامه رفعه الضمه. الولد بيذاكر ايه؟ دروسه. يبقى هنا دروس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. اي ضمير يتصل بالاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. صعب يا شباب كده؟ تمام تمام. قال لي هنا مفيش مفعول به، ولكن هنا في مفعول به. لذلك احنا قلنا فعل وفاعل ومفعول به لو موجود. مفعول به لو ايه يا شباب؟ مفعول به لو موجود. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالى كده نتكلم عن جزئيه مهمه جدا 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 في الجمله الفعليه برضو، حاجه اسمها الافعال الخمسه. ايه الافعال الخمسه؟ اتكلمنا عن الاسماء الخمسه، هنا بنتكلم عن الفعل، الافعال الخمسه. يا مستر بعد اذنك هو يعني ايه افعال خمسه؟ قال لي الافعال خمسه كل فعل مضارع. يبقى الافعال خمسه لازم يكون فعل ايه؟ مضارع. كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين، جميل، او واو الجماعه، جميل جدا، او ياء المخاطبه، حلو. مثلا انت حضرتك بتقول افعال خمسه وهنا عندي الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبه. تعالى يا حبيبي اقول لك. قال لي انا عندي هنا في الف الاثنين ينفع اقول يذاكران وينفع اقول تذاكران. يبقى عندي كده كام حاجه؟ اثنين. طب فوق الجماعه هقول يذاكرون واقول تذاكرون. يبقى كده كام؟ اثنين. يبقى اثنين واثنين اربعه. ياء المخاطبه هي ياء مخاطبه للمخاطبه للنساء واحده. يبقى اقول انت تذاكرين. يبقى كده انا عندي كام حاجه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. صعب يا شباب؟ تمام. طب يا مستر لما اجي هعربهم اعربهم ازاي؟ قال لي الافعال خمسه كل فعل مضارع، جميل، اتصل به الف الاثنين، حلو، والف الاثنين او واو الجماعه، جميل، او ياء المخاطبه. طب يا مستر اعربهم ازاي؟ قال لي هنا يا شباب الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون. والله يرضى عنكم خلي بالكم في فرق ما بين جمع المذكر السالم ده مع الاسماء بقول عليه مرفوع بالواو. زمون المهندسون محترمون مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو لانها جمع مذكر سالم، ده في الاسماء. ولكن هنا مرفوع بثبوت النون، اخر واو ونون، الف ونون، ياء ونون، ده في الفعل مش في الاسماء. يبقى هنا الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون. طب وتنصب وتجزم؟ تنصب وتجزم بحذف النون. طب تعالى كده مع بعض ندي بعض الامثله. احنا لما نيجي نقول يا شباب الطلاب يذاكرون الدرس، واقول الطلاب لن
يتكاسلوا في المذاكرة. تمام كده؟ تمام. وأقول الطلاب لم يقصروا في المذاكرة. وعايزين نعرف يا حبايبي الأفعال. فين هنا الأول أفعال؟ الأفعال هنا يذاكرون، يتكاسلوا، يقصروا. طب لما أجي أعرف قال لي يذاكرون بدأ بحرف المضارع يذاكرون، يبقى ده فعل مضارع. جميل. ماله؟ قبليه أداة نصب؟ لا. أداة جزم؟ لا. يبقى ده فعل مضارع مرفوع. اتصل بإيه؟ واو الجماعة. واو الجماعة فاعل، خلي بالك. واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة إذا اتصلوا بالفعل بعربهم فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب إذا اتصلوا بكان وأخواتها بعربهم اسم كان وأخواتها. يبقى أنا فعل مضارع مرفوع. طب ليه مرفوع؟ لأنها لم يسبق بأداة نصب ولا جزم. طب ده مرفوع بيا مصر؟ قال لي هنا ده من أفعال الخمسة، يبقى يرفع بثبوت النون، يبقى مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. واو الجماعة فاعل. خش على المثال بعدين. الطلاب لن يتكاسلوا في المذاكرة. لن أداة نصب. أداة نصب. يا مستر بعد إذنك قول لنا أدوات النصب بسرعة. أدوات النصب اللن، كي، لم التعيل، وحتى تنصب المضارع. أنتوا في إعدادي بنقول عليها تنصب المضارع في أي حتة. لما نخش الثانوية إن شاء الله يبقى في كلام تاني. يبقى عندي يا شباب إيه أدوات النصب؟ أن، لن، كي، لم التعليل، وعندي حتى. أنا عندي يتكاسلوا، ده يا مستر فعل مضارع. مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ قال لي يا مستر الفعل المضارع سوق بأداة نصب اللي هو لن. يبقى ده فعل مضارع منصوب. وقال فعل المضارع اتصل به واو الجماعه، يبقى اذا اتصل به واو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه بيرفع بثبوت النون. طب ينصب ويجزم؟ قال لي بحذف النون. اصل الكلام يتكاسلون، فلما جت اداه النصب فحذفت النون، يبقى فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف ايه يا شباب؟ حذف النون. طب تعالى المثال اللي بعديه. الطلاب لم يقصروا في المذاكره. يقصروا قال لي ده فعل، ده فعل ايه؟ قال لي فعل مضارع. اللي جه قبليه لم، ولم دي ايه يا شباب؟ قال لم اداه جزم. ايه ادوات الجزم؟ لم، لما، لن هي لام الامر ادوات جزم. يبقى ده فعل مضارع ماله يا شباب؟ قال لي فعل مضارع مجزوم. وعلامه جزمه اتصل بواو الجماعه فاعل يبقى مجزوم وعلامه جزمه حذف ايه يا شباب؟ حذف النون. صعب كده يا شباب؟ كده تمام؟ تمام. يبقى احنا عندنا يا شباب بكل بساطه الفعل المضارع. الفعل يا شباب المضارع ممكن يكون مرفوع، ممكن يكون منصوب، ممكن يكون مجزوم. امتى الفعل المضارع يكون مرفوع؟ اذا لم يسبق ولا باداه نصب ولا اداه جزم. لما اجي اقول مثلا يسعى الطالب، تذاكر الطالبه، تمام كده؟ يذاكرون او يذاكران، اي حاجه، يذاكرون او يذاكران. يذاكرون. انا عايز اعرف الافعال. قال لي مستر يذاكرون ده فعل مضارع لانه لم يسبق باداه نصب ولا اداه جزم. يبقى ده فعل مضارع ماله؟ قال لي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون عشان اتصل بيه واو الجماعه. جميل؟ جميل. طب تذاكر، قال لي تذاكر ده برضه فعل، وفعل ايه؟ قال لي فعل برضه مضارع، وده فعل مضارع مرفوع. ليه؟ لانه لم يسبق باداه نصب او جزم. طب ده مرفوع علامه رفعه؟ قال لي مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. ليه يا مستر؟ قال لي عشان اخره صحيح يا حبيبي. اخره ايه؟ صحيح. يعني اخره صحيح؟ يعني مش اخره حرف من حروف العله. ايه حروف العله؟ قال لي انا عندي حروف العله واو الف ياء، دي بقول عليها حروف عله، وده مش اخره حرف من الحروف دي فمرفوع بالضمه الظاهره. طب يسعى، قال لي برضه يا مستر يسعى هنا فعل، وده فعل ايه؟ قال لي فعل مضارع مرفوع. ليه مرفوع يا حبيبي؟ قال لي مرفوع عشان ما فيش قبليه ولا اداه نصب ولا جزم. يا مرفوع علامه رفعه الضمه، بس الضمه ايه؟ قال لي هنا الضمه المقدره عشان اخره حرف عله. صعب؟ لا. تعالى المنصوب. امتى بيكون منصوب؟ اذا سبق باداه من ادوات النصب. ايه ادوات النصب عندي؟ قال انا عندي ادوات النصب ان، لن، كي، لام التعليل، وعندي حتى. صعب. لما اجي اقول مثلا لن نسعى في الشر. جميل؟ جميل. واجي اقول مثلا
يجب أن تذاكر. تمام؟ واجي أقول يجب عليكم ألا أصلها أن زائد لا. يجب عليكم ألا تتكاسلوا. تعالى كده يا حبيبي اعرب معايا، يلا يلا يا شطور، يلا يا حبايبي. أنا هنا لما أجي أقول لن نسعى فعل مضارع حلو، مرفوع ولا منصوب؟ قال لي منصوب. ليه؟ سبق بأداة نصب. طب ده منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب هنا الفتحة ايه؟ قال لي هنا الفتحة المقدرة، والحالة الوحيدة في النصب فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة لو كان آخره شاب ألف لينة مش ياء. الله يرضى عنكم، في فرق ما بين الحرف ده والحرف ده. دي اسمها ياء، النقطتين دول يفرقوا ولكن دي اسمها ألف لينة. اسمها يا شاب ألف لينة. يبقى أنا بقول لن نسعى، يبقى ألف. يبقى في الحالة دي منصوب، بس منصوب بالفتحة الإيه؟ المقدرة. ليه يا مستر؟ قال لي عشان آخره ألف لينة. طب يجب أن تذاكر فعل مضارع منصوب. ليه؟ قال لي أداة نصب أن. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليه يا مستر؟ قال لي عشان هنا آخره صحيح. هو بينصب بفتحة مقدرة في حالة واحدة بس اللي هي لو كان آخره معتل بالألف. طب لما أقول لن يقضي إلا بالحق، يقضي آخرها ياء مش ألف لينة، يبقى فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة. لن ندعو إلى الشر، ندعو فعل مضارع منصوب قبلها لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليه؟ علشان اخر واو. مستر طب ما الواو ليه حروف عله؟ ايوه يا حبيبي الواو ليه حروف عله، ولكن في حاله النصب الفعل المضارع المنصوب بينصب في حاله واحده بس بفتحه مقدره لو كان اخره الف. تمام كده يا شباب؟ تمام. يجب عليكم الا تتكاسلوا. تتكاسلوا الا اصلها ان زائد لا، وان اداه نصب، لا نافيه زائده. يبقى هنا تتكاسلوا فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه قال لي حذف النون، لسه قايلينها ورا. مجزوم. قال لي امتى بيكون مجزوم؟ اذا سبق باداه من ادوات الجزم. ايه ادوات الجزم؟ لما، لن هي لام الامر. لما اجي اقول لتذاكر دروسك، لتذاكر كاني بامرك، يبقى هنا اللام هنا اسمها ايه؟ لام الامر، من ادوات الجزم. ده فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. ليه؟ علشان اخره حرف صحيح مش حرف عله. طب لما اجي اقول مثلا لم يسعى الرجل في الشر، اعرب يا حبيبي، عايز اعرب يسعى فعل مضارع ماله؟ مجزوم. ليه؟ قبل اداه الجزم لم. طب ده مجزوم بايه؟ قال لي مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله، اصله يسعى، حذفنا حرف العله. يبقى امتى بقول عليه مجزوم بحذف حرف العله؟ لو كان اخره حرف عله سواء واو او الف او ايه او ياء. طب لما اجي اقول مثلا يا شباب اهو لن او لم يقصروا، فعل مضارع مجزوم. ليه؟ قبل اداه جزم. طب مجزوم بايه؟ قال لي مجزوم وعلامه جزمه حذف النون، لسه قايلين عليها ورا، لانه من الافعال الخمسه اتصل بواو الجماعه فاعل. صعب الكلام ده يا شباب؟ كده تمام؟ تمام. بس قال لي عندنا في حاجه اسمها برضه يا شباب المفعول لاجله. حاجه اسمها يا شباب المفعول ايه؟ المفعول لاجله. قال لي يا مستر المفعول لاجله بكل بساطه اجابه لسؤال لماذا. يعني نقول مثلا يذاكر الطالب املا في، مش النجاح بقى، عدينا المرحله دي يا شباب حبايبنا، املا في التفوق. احنا عايزين تفوق مش نجاح. لما يجي يقول لي اعرب لي املا يذاكر، لماذا يذاكر الطالب؟ لماذا يبقى اجابه للسؤال بلماذا. املا يبقى ده مفعول لاجله منصوب وعلامه نصبه الفتحه. قال لي في حاجه عندي برضو اسمها يا شباب المفعول المطلق. بكل بساطه المفعول المطلق المفعول لاجله المفعول المطلق من المنصوبات. طب المفعول المطلق بكل بساطه عشان ما تتلخبطوش، قال لي المفعول المطلق يا شباب لما اجي اعرفه عشان ما تتلخبطش، قال لي اسم شكل الفعل. اسم شكل اسم منصوب شكل الفعل. ازاي؟ لما اجي اقول مثلا ازدحمت
الشوارع ازدحاما. واجي اقول اهتم الطالب اهتماما كبيرا. تمام كده؟ واقول ضربت الطالب ضربتين. تعالى كده ركزوا معايا يا حبيبي. انا هنا بقول ازدحمت الشوارع ازدحاما، مش الازدحام اسم شكل الفعل؟ يبقى ده مفعول مطلق. وقلنا المفعول المطلق دايما منصوب، المفعول المطلق دايما منصوب. نفس الكلام هنا منصوب وعلامه نصبه الفتحه. اهتم الطالب اهتماما، مش اهتمام اسم شكل الفعل؟ يبقى ده مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ضربت الطالب ضربتين، مش الضربتين اسم شكل الفعل؟ يبقى ده مفعول مطلق برضه منصوب، بس يا حبايبي ده منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. طب هنا في نقطه مهمه يا شباب، تعالوا ركزوا معايا فيها. ازدحمت الشوارع ازدحاما، هل في كلمه بعد كلمه ازدحاما؟ قال لي لا، يبقى ده بقول عليه مبين. لا، هنا مؤكد للفعل. يبقى هنا ازدحمت الشوارع ازدحاما ده مفعول مطلق، في كلمه بعدها قال لي لا، يبقى ده بقول عليه مؤكد للفعل. طب لما اقول اهتم الطالب اهتماما كبيرا، يبقى لو جالي بعد المفعول مطلق نعت او مضاف اليه بقول عليه مفعول مطلق، بس ده بقول عليه مبين للنوع. طب لما اقول ضربت الطالب ضربتين عدد، يبقى بكل بساطه مبين للعدد. تمام كده يا شباب؟ تمام. قال لي في حاجه عندي برضو اسمها الحال. حاجه اسمها يا شباب اسمها الحال. قال لي بكل بساطه يعني ايه حال؟ قال لي الحال اسم منصوب. اسم يا شباب اسم منصوب يبين هيئه صاحبه، وبيكون يا شباب نكره. الحال بيكون يا شباب نكره، يبقى اسم منصوب يبين هيئه صاحبه، ويمكن السؤال عنه بايه يا شباب؟ بكيف. لما اجي اقول مثلا جاء الطالب مسرورا، جاء الطالب يا شباب مسرورا، جاء فعل، مين اللي جه؟ الطالب. كيف جاء الطالب؟ هيئته ايه؟ مسرورا، يبقى مسرورا هنا حال منصوب. حال يا شباب منصوب وعلامه نصب الفتح. وركزوا معايا، احنا قلنا الحال بيكون اسم نكره، يعني ولا في الف ولام ولا ضمير، وصاحب الحال لازم يكون معرفه. هو مين اللي جه مسرور؟ الطالب، يبقى الطالب ده بقول عليه صاحب الحال، وصاحب الحال لازم يكون معرفه، والحال بيكون نكره. محدش يقول لي نعت، محدش يقول لي يا شباب نعت، عشان النعت نكره زائد نكره او معرفه زائد معرفه، والنكره الثانيه تصف او المعرفه الثانيه تصف. وهقول لك دلوقتي افرق ما بين النعت والمضاف اليه عشان نقطه مهمه جدا. والحال اهو، يبقى انا عندي الحال نكره وصاحبه معرفه، ولكن النعت معرفه زائد معرفه والمعرفه الثانيه تصف، نكره زائد نكره والنكره الثانيه تصف. صعب كده يا شباب؟ يعني انا لو قلت جاء الطالب المسرور، يبقى عندي المسرور هنا نعت. او قلت جاء طالب مسرور، يبقى مسرور هنا نعت. ليه يا مستر؟ قال لي يا حبيبي انا عندي كلمه مسرور كلمه نكره، واللي قبلها كلمه نكره، يبقى نكره زائد نكره والنكره الثانيه تصف، يبقى ده نعت. وصفت الطالب اللي هو مسرور. طب هنا جاء الطالب معرفه فيها الف ولام، المسرور معرفه برضه فيها الف ولام، سواء الف ولام او ضمير او اي حاجه من المعارف زي الاسماء الاشاره، اسماء الموصول. فانا عندي المسرور برضه نعت، وصفت الطالب اللي هو مسرور. ولكن الحال يا حبايبي ركزوا معايا، الحال بيجي نكره. الحال بيجي ايه؟ نكره، وصاحبه بيجي معرفه مش نكره. صعب كده؟ تمام. تعالى كده بقى نختم باخر جزئيه وناس كتير بتتلخبط فيها، اللي هو ازاي افرق يا شباب ما بين النعت والمضاف اليه. نختم بدايه يا شباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجي اقول يا شباب النعت، يعني النعت يا شباب، قال النعت بكل بساطه يا مستر يعني صفه. صفه، اعرف فرع المعنى، افهم عشان تعرف تحل. قال لي طب انا النعت المفرد بعرفه ازاي؟ قال لي بكل بساطه يا شباب النعت المفرد اللي هو معرفه زائد معرفه، بس خلي بال حضرتك من حاجه، لازم المعرفه الثانيه تصف.
واحنا عارفين النعت من التوابع صح كده؟ تمام. يعني لو قبليه مرفوع يكون نعت مرفوع، ده التوابع. قبليه منصوب يبقى نعت منصوب، قبليه مجرور يبقى نعت مجرور. تعالى كده مستر اديني مثال. لما اقول سلمت على الطالب المحترم. سلمت على مين؟ الطالب مين؟ المحترم. قال لي مستر الطالب سلم فعل والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل على حرف جر، الطالب اسم مجرور. جميل. انا وصفت الطالب اللي هو ايه؟ قال لي محترم، يبقى ده بقول عليه نعت. ده بقول عليه يا شباب؟ بقول عليه نعت. قال لي طب هنا يا مستر دي كلمه معرفه. دي كلمه يا شباب معرفه. وعند المحترم برضو كلمه معرفه. يبقى معرفه زائد معرفه والمعرفه الثانيه تصف، يبقى ده نعت. ده اسم مجرور يبقى ده نعت يا شباب؟ نعت مجرور وعلامه جره الكسر. يبقى احنا يا شباب احنا قلنا النعت بكل بساطه، نركز مع بعض وعشان ما نتلخبطش. النعت معرفه زائد معرفه والمعرفه الثانيه لازم تصف. سلمت على الطالب، وصفت الطالب اللي هو محترم، يبقى معرفه زائد معرفه والمعرفه الثانيه تصف، يبقى ده نعت. طب يا مستر القاعده الثانيه، قال لي القاعده الثانيه يا حبايبي عندي نكره زائد نكره، ولازم لازم 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 النكره الثانيه تصف. لما اقول رأيت طالبة مؤدبة، أنا بكل بساطة أصلا من خلال فهمي للمعنى أنا وصفت الطالبة اللي هي مؤدبة. طب القاعدة بتاعتي قال لي طالبة كلمة نكرة وما فيهاش ألف ولام ولا ضمير، مؤدبة كلمة نكرة وما فيهاش ألف ولام ولا ضمير، يبقى نكرة زائد نكرة والنكرة الثانية تصف، يبقى في الحالة دي بقول عليها نعت. والنعت من التوابع رأى فعل، التاء ضمير مبني في محل رفع، رأيت أنا، رأيت أنت، رأيتي أنت، يبقى هنا التاء فاعل. طالبة المفعول به منصوب، يبقى ده نعت يا شباب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى الله يرضى عنكم ركزوا معايا، النعت معرفة زائد معرفة بس لازم المعرفة الثانية تصف، لازم الوصف. والنكرة زائد نكرة ولازم النكرة الثانية تصف. لازم النكرة الثانية يا شباب تصف. طب تعال هنا المضاف إليه. ناس كتير بتقول بعد الجر والمجرور مضاف اليه على طول، والله ما على طول. ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا. طب ليه يا مستر؟ اهو يا حبيبي سلمت على الطالب المحترم، مش ده بعد جر ومجرور؟ لو على القاعده بتاع حضرتك اللي انت متعلمها من زمان واللي انتوا عارفينها وناس كتير بتغلط فيها، اقول على ده مضاف اليه. لا يا مستر، يبقى مش على طول. انا القاعده بتاعتي في النعت معرفه زائد معرفه، طالما المعرفه الثانيه تصف حتى لو جت بعد الجر والمجرور. انا وصفت الطالب اللي هو محترم، يبقى ده نعت. طب مستر قاعده المضاف اليه، قول لي قاعده المضاف اليه عشان ارتاح. يبقى مش شرط بعد الجر والمجرور، والله ما شرط. طب ايه قاعده المضاف اليه يا مستر؟ تعال اقول لك. قال لي قاعده المضاف اليه واحد نكره زائد معرفه. نكره زائد يا شباب معرفه مضاف اليه. لما اقول سلمت على طالب العلم، او اقول رايت طالب العلم، اهو العلم هنا مش بعد جر ومجرور. يبقى ايه القاعده الاساسيه بتاعتي في المضاف اليه؟ مش بعد الجر والمجرور، امال ايه يا مستر؟ قال لي نكره زائد معرفه. كلمه طالب كلمه نكره ما فيهاش الف ولام ولا ضمير، يبقى دي نكره. العلم كلمه معرفه معرفه بقال، يبقى نكره زائد معرفه مضاف اليه، والمضاف اليه يا شباب دايما مجرور، ده مفرد مجرور عامل جريه الكسره. نفس الكلام طالب كلمه نكره، العلم كلمه معرفه، نكره زائد معرفه مضاف اليه. يبقى القاعده الاولى في المضاف اليه نكره زائد معرفه مضاف اليه. طب يا مستر القاعده الثانيه، قال القاعده الثانيه يا شباب مع القاعده الثانيه يا شباب، يبقى منتج دي يا عم ماريو، تمام كده؟ القاعده الثانيه في المضاف اليه اهو نكره زائد نكره. تعال طب مستر ما حضرتك في النعت نكره زائد نكره، بس خلي بالك يا حبيبي انا بقول لك نكره زائد نكره ولازم النكره الثانيه تصف. رايت طالبه مؤدبه، وصفت الطالبه اللي هي مؤدبه، يبقى ده نعت. طب مستر لو جالي نكره زائد نكره، قال لي لازم النكره الثانيه لا تصف، علشان لو النكره الثانيه وصفت اقول عليها نعت. طب النكره الثانيه لا تصف بقول عليها مضاف اليه، زي لما اقول مثلا رايت طالب علم، نكره ما فيهاش الف ولام ولا ضمير، علم نكره ما فيهاش الف ولا ضمير، نكره زائد نكره، ولكن النكره الثانيه لا تصف. انا عمري ما هوصف الطالب اللي هو علم ولا هوصف العلم اللي هو طالب، يبقى انا عندي علم هنا لما اجي اعربها مضاف اليه يا شباب، وقلنا المضاف اليه دايما مجرور وعلامه جره يا شباب الكسره. باذن الله يا حبايبي
اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يتواصل معانا في التعليقات او يسال في التعليقات، وباذن الله اي حد هيفهم الجزئيه دي وهيبدا يتعامل معاها كويس ويفهم كل جزئيه احنا قلناها، باذن الله هيكون داخل اي مرحله في المرحله الاعداديه اولى ثانيه ثالثه، حتى لو داخل ثانويه هيكون باذن الله واقف على ارض صلبه. شكرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.